السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ انا قلت اسلم عليكم واقول لكم عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، عندك كوباية رز زي دي. تعالى اقول لك هنعمل ايه. عندك بصلة متعصجة زي دي كده، هقول لك هنعمل ايه. طبعا عندك بقى نص كوباية عسل. انا اقول لك انتوا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. الأول نتشرف كده بيكم في قناتنا بالاشتراك بإذن الله، عشان تشوفوا سر من أسرار الكشري. جايبهولكوا بقى من ايه، من الناس اللي هي متخصصة الكشري. حاجة بقى جميلة قوي يا جماعة. وكمان الفيديو ده للمبتدئين. يعني دي كوباية مثلا ده ربع رز، هيطلع ايه، كوباية وربع. هنقول كوباية بقى، نتكلم بالكوباية. كوباية رز هيتحط عليها ايه، كوبايتين مية، تبقوا عارفين. هنرجع مع بعض ونشوف بقى الجمال والحلاوة. البصلة المتعصجة دي، البامبة الحلوة دي، هنعمل بيها ايه. كوباية الرز دي ونص كوباية العدس دي هنعمل بيها ايه. خليكم بس معايا، في حاجات ايه، في طاقة دلوقتي هقول لكم عليها، هتشوفوا دلوقتي حالا. بصوا يا حبايبي، كوباية الرز والعدس والبصلة المتعصجة عاملين بيها ايه، وسر من اسرار الكشري. وخلوا بالكم من اول الفيديو انا قايله لكم ايه، ده للمبتدئين. ورق اللورا اللي هو ورق الغور اللي هو ايه، الدهون الضاره، مفيد قوي يا جماعه. ده كده قلبناهم مع بعض كده، الجمال والحلاوه ده اهو. انا عامله ميني كشري اهو. شايفين الورق اللورا ده مع البصله مع ده كله اهوت متعصب. هنعمل ايه دلوقتي هتشوفوا. طبعا الايه، البرطمان الايه السري في مطبخ ام حسن، في كل البهارات، حاطه فيه الاطعمه اللي احنا بنحبها، من كزبره لكمون لفلفل اصفر لكركم لملح لكله. بصوا هنرش الرشه الحلوه دي اهيت، ونقلب بقى الجمال والحلاوه. خليهم كده ايه، ياخدوا ويدوا مع بعض، والطعمه والحلاوه. بس ايه، لو كنت اي حاجه بتحط لها معلقه زيت، خلوا بالكم الكشري بيحب الزيت زي ما بيحب الكمون بالظبط. اه، تخليه فيه شويه زيت ايه زياده كده، الزيت باين كده ليه، بيفرفطه وبيخليه جميل قوي قوي. قلبي كويس قوي كده. ورق اللورا ده بيبقى يدي طعم يا جماعه جميل. خلوا بالكم، فيه بيحبوا تحط وفيه ما بيحبش، فكل واحد تبع ايه نفسه. واحنا عندنا هنا ايه، الميه المغليه اهو، عارفين مطبخ ام حسن فيه الميه المغليه. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. هنعمل ايه، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. كل حاجه يا جماعه نصلي على النبي. اللهم يلا صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليه. بسم الله ما شاء الله. شوف بقى اوامر كده، ده مش هياخد حاجه، زي سلق البيض. البيض بياخد دلوقتي 10 دقايق بعد الغليه. يا جماعه اللي لسه اول مره يعمل، احنا بنكيل على اساس الرز، مالناش دعوه بالعكس. اول مره يعمل يكيل بالكوبايه، نفس الكوبايه اللي هو حط بيها الرز يكيل بيها الميه. الناس اللي هي المبتدئه لاول مره تعمل، يقول الرز يتعمل ازاي، الكوبايه اللي بتكيلوا بيها الرز يكيل بيها الميه. كل كوبايه رز عايزه ايه، كوبايتين ميه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ورق اللورا يا جماعه مدي طعم بسم الله ما شاء الله. بس خلوا بالكم، في بيحب الطعم ده وفي ما بيحبوش، فعشان كده بقول لكم ايه، حطوا ورقه لورا واحده زي ما بنحط في اللحمه والفراخ وكده. هنغطي بقى دلوقتي ونرجع مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. بعد ما يغلي كده بقى هنوطي خالص. شايفين النار هاديه خالص ازاي، خالص. بس لما يغلي خالص وقرب يتشرب نوطي. كان بيقولوا ايه، بيلزق الرز مننا ليه، بيلزق عشان بتفضلوا معليين عليه وتقلبوا التقليبه الحلوه كده اهو، قبل ما ايه تغطوه. نشوف بقى الجمال والحلاوه دلوقتي مع بعض. نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان في طاقه هقول لكم عليها دلوقتي.
عشان اللي هم عندهم القولون يعملوا ايه مع الكشري ده عشان ما يتعبوش. يا رب تكونوا بخير. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك، الحاجات الحلوه اللي انتوا بتعملوها دي. يلا يا نحط قلبنا على بعض كده عشان كرواتنا تكبر كلنا مع بعض يا جماعه. انا نفسي اعيش واشوف يوم اما قناتي تبقى 1000. هو الناس اللي وصلت لل1000 دي ايه؟ و4000 ساعه مشاهده، هي كتير علينا على مطبخ ام حسن ولا ايه؟ حبيبكم يا جماعه، مش انتوا بتحبوني وانا بحبكم؟ طب ايه رايكم؟ هقول لكم ايه، بس انا بقعد اشوف الفيديوهات بتاعكم مره واتنين عشان نعمل لبعض مشاهده يا جماعه. قولي ايه؟ طب ما بعملش لنفسي مشاهده كده؟ يعني مثلا ممكن امسك مثلا تليفون اي حد معايا في الاسره واعمل مشاهده لقناتي هتتحسب لي. لا، ببقى ماسكه تليفوني واعمل مشاهده ليكم. بصوا بقى ده كده قرب خلاص يتشرب بقى كده. هنوطي عليه اهو، شايفين؟ نوطي عليه خالص. وايه نعمل ايه؟ نرجع مع بعض ونشوف. خلوا بالكم، هنرجع مع بعض عشان اقول لكم اللي هم بتوع القولون بيتعبوا طبعا من الكشري اللي هو فيه البقوليات، والعدس ده من ضمن البقوليات طبعا، او مش من ضمنها، بس بيتعب من الكشري او بيتعب من البصله. هيعمل ايه؟ ولازم ناكله عشان ما يزعلش ونكبر بخاطره. صح؟ نكبر بخاطر الناس كلها، ربنا يكبر خاطرنا. نوطي كده ونرجع مع بعض اما يتشرب وهقول لكم بقى عشان بتوع القولون. بس خليكم معايا لاخر الفيديو وشاهدوا الفيديو للاخر، ولكم الاجر والثواب والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. منورين قناه ام حسن يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بصوا الجمال والحلاوه. اللي بقى عندهم القولون هنعمل ايه يا جماعه؟ بص اهو، سلقت لهم شويه رز عشان اللون برضو يبقى ايه مقارب للكشري. اهو اهو حطيت معلقه كركم وهنقلبه بقى ونغرفه وهنرجع مع بعض ونشوف الجمال والحلاوه. اللي مبتدئين الحركه دي يا جماعه بصوا بقى بتاع الكشري تعملوا كده على الرز. التتبيله دي يعني كده استوى. نقلبه بقى كده التقليبه الحلوه الجميله دي ونغرب. بصوا اهو، ده يختلف عن ده ايه ولا حاجه. برضو هنحط لهم ايه معلقه كده ونفردها عليه الجمال والحلاوه اهو. ايه رايكم؟ عشان يبقوا برضو ده ايه الرز ده أهو. يبقى حتى هما بقى لهم 3 الوان. ايه رايكم؟ طب بالله عليكم الطبق ده مش يفتح النفس؟ شويه جرنش كده جمال كده اهو. وطبق السلطه يا جماعه ما تنسوش ده فيه الياف. خلوا بالكم طبق السلطه جنب اي اكل عشان احنا طالعين من الصيام ناكل سلطه عشان تريح معدتنا. ودي كوبايه البقدونس غاليه، شايفين؟ بقدونس اهو. ليه؟ عشان اللي عنده يوري اسك، اللي عنده الاملاح، عنده النقرس. نغرف ده مع بعض وهنشوف دلوقتي. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ اهو شايفين ده بقى فيه 3 الوان. الرز الابيض، اللون الكركم اللي هو اللون الاصفر الحلو ده والكهرماني الجميل ده، ومعلقه ايه الكشري بالعدس الاصفر حطيناها على الوش. عايزه تقلبيها معاها قلبيها، عايزه تخليها كده جرنش جميل جميل. شويه بقدونس حلوين هنا برضو، شويه بقدونس. اللي بيحب بقى الفلفل السبايسي تقطعيه عليه او تخلوه له كده براحته، اللي هياكل براحته. وطبق السلطه الجميل ده ما تنسوش السلطه يا جماعه، والطماطم الحلوه دي والفلفل الرومي. وبرضه تحط لهم الفلفل السبايسي لو بيحبوه. تحط لهم ايه تقطعي واحد زي كده. وممكن تعملي السلطه وتسيبي اللي مش عايز فلفل حامي واللي عايز رومي بس. ايه دوت يا جماعه اللي جوه بتاكلوه كده كده بيقول لك بايه بيأخر الشيخوخه، يعني فايده جامده. والطماطم ديت عشان الايه امراض الوحش. يا رب تسمعوا وتسلموا. ايه رايكم بقى في الطبق الجميل ده والفكره دي؟ طب والله الفكره دي جات لي وانا بعمل، قلت ايه ده ما اخليه لونه اصفر عشان يبقى مقرب لده وحاجه ايه لون مختلف عن الرز المسلوق. انا سلقته بس وفرفط وجميل ولا في اي حاجه. اجيب لكم على اول شوف حلاوته جميله. بصوا اهو فرفط وحلو جميل 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 اهو. حتى لو كنتوا بس تاكلوه لقيتيه مثلا زاد منك الرز زاد منك الميه تعملي ايه؟ تفرديه في صينيه. عملت الرز للمبتدئين الحركه دي، وهعمل لكم فيديو باذن الله ليه. زاد منك الميه
في الرز او في الكشري كده يعني، تقوم فرداه في صينيه وفاتحه الفرن وحطاه في صينيه وانت فرداه خالص فيها. الميه الزياده اللي فيها هتتبخر وهيفرفط وهيطلع اجمل ما كانك ظابطه القعد بتاع الرز بالظبط. ايه رايكم بقى في الفكره دي؟ وجربوا. لا قدر الله لا قدر الله لو حد طلع منه رز معجن يعمل كده، طلع الميه زياده يعني. بصوا، طب والله العظيم ديت اقول لكم ايه الجمال والحلاوه. طحن يعني الشكل بتاعه جميل قوي يا جماعه. اقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على الاشتراك وعلى اللايك وعلى الكلام الجميل اللي انتوا ايه بتعملوه معايا. الله يبارك لكم يا رب. تحسوا كده ان ايه الاصفر ده حبه وحبه، صح؟ او زي ايه، من غير طبعا معلقه الكشري دي، عامل زي ايه الرز البسمتي. انا متهيألي كده، عشان الرز البسمتي برضو بنضيف له معلقه كركم، اللون اللي انتوا عايزينه، الالوان اللي هي بتاعه الطعام. يلا يا جماعه بقى، قولوا لي ايه رايكم في الاكله الحلوه دي بعد الايه الصيام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.